ياسمين عبد العزيز بقت شريرة وعدوة الوسط الفني كله في أقل من 24 ساعة. خناقات وسويت في الكواليس وانسحاب رامي صبري وطرد فنانة زميلة والمسلسل هيتلغى. ده اللي السوشيال ميديا قالته، بس الحقيقة أكبر بكتير. ياسمين اللي طول عمرها جدعة وبنت بلد، المرة دي قررت ما تبقاش كيوت ولا تطلع تعيط في فيديو ولا حتى تعمل بيان صحفي. ياسمين ردت بطريقة غريبة جدا، خلت كل اللي ألفوا قصص شكلهم وحش قوي قدام الجمهور. الحكاية بدأت لما الكلام كتر عن كواليس مسلسلها الجديد وننسى اللي كان لرمضان 2026، وإن رامي صبري طفش بسبب تحكماتها. والناس بدأت تسأل، هي ياسمين ليه مشاكلها كترت كده؟ الصدمة بقى إن ياسمين كانت قاعدة في بيتها تشرب نسكافيه وبتتفرج على الهري ده كله وهي ميتة من الضحك، ونزلت صورة للزعيم عادل إمام بملامح ذهول وبتقول أنا عملت كل ده. حركة معلمة خلت الكل يسكت تماماً. والمفاجأة إن رامي صبري نفسه طلع وكسف كل المتربصين وقال يا جماعة مفيش خناق، ده مجرد اختلاف فني وأنا بحترم ياسمين جداً. يعني لا في شد شعر ولا مؤامرات، والموضوع إن المسلسل عليه العين عشان تقيل، وفي كريم فهمي وشيرين رضا وخالد سرحان. ياسمين أثبتت إن الكوميديا سلاح فتاك ضد الإشاعات، وتصوير شغال والرد في رمضان. لو مكان ياسمين هترد بيان رسمي ولا هتقلبها كوميك وتكبر دماغك؟ قولولنا في